لقيت نفسي اهملت في شكلي قوي واهملت في جسمي وفي وشي. قلت لا، ما بديهاش، انا لازم اقوم اعمل حملة نظافة على وشي ده، ارجع نفسي عيلة صغيرة عندها 14 سنة. المهم رحت جايبه الصابونه دي يا بنات. الصابونه دي بالبان الدكر، عايزه اقول لكم جميله، بتشد الوش وبتفتح الوش، جميله 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 جميله. بصوا هي سعرها رخيص، بس عايزه اقول لكم والله احلى من اي نوع غسول غالي. غسلت وشي كده كويس قوي بالصابونه، وبعد كده نشفت كويس قوي. زي ما انا قلت لكم يا بنات، هي الصابونه بتشد الوش. لو انت مثلا عندك وشك يعني في كرمشه او كده، هي بتلاقيها مع الاستمرار بتشد الوش قوي. البان الدكر معروف اصلا ان هو حلو قوي في شد البشره. وبعد كده رحت جايبه الصنفره دي او السكراب ده سكراب الفراوله. كنت عايزه اكله، ما كنتش قادره. كنت عايزه اكله زيتونه، كان جعان، بص ما كنتش قادره. ريحته تحفه يا بنات، ريحته فظيعه، وعايزه تاكليه وانتي كده بتشميه، عايزه تاكليه. عايزه اقول لكم بيشيل بلاوي وبيرطب الوش قوي قوي قوي، وبيشيل اي بثور موجوده في مناخيرك. لو عندك مثلا بثور موجوده في مناخيرك او بثور موجوده في دقنك او في قورتك، بيشيل البثور دي، بيشيل بلاوي. المهم شطفتي وشي، بص وشي نور ازاي مجرد ما غسلت وشي بس بالصابونه. الحاجات دي رخيصه يا بنات كلها، بس تحفه. كل الحاجات دي زي ما انتم شايفين رخيصه، مفيهاش اي حاجه غاليه. وبعد كده رحت جايبه ماسك الذهب، ماسك الفضه. بصوا هو لونه زي الفضه كده، لو تاخدوا بالكم فيه لمعه عامله زي الفضه، هو اسمه ماسك الفضه. ده بتسيبيه شويه، والمفروض ان انت بتقشريه، بس طبعا انا نسيت اصور الحته دي، يعني انا سبته وبعد كده جيت اقشره. رحت بصوا كده، هو انا كنت قشرته. وانتي بتقشريه بقى بيشيل الجلد الميت والجلد الوبري. يعني مجرد ماسكين ولا 3 حطيتهم على وشي، خلى وشي اتغير 180 درجه. وبعد كده رحت جايبه ايه، ماسك الطمي. قلت والله ما استخسر في نفسي، رحت جايبه ماسك الطمي يا بنات، حطيته كده على وشي. عايزه اقول لكم الماسك ده بقى رهيب. ده بقى بيقفل المسام وبينضف البشره بعمق، بس انا بحب اعمله بطريقه معينه. بحب احطه على وشي وامشي كده بالفرشه، اخلي وشي كله يشربه، واول ما ينشف شويه اروح شايلاه كده. يا خرابي يا خرابي على وشي ونضفته يا بنات. يا خرابي وشي بقى يلمع. داخل عليكي بقى العيد يا اختي انت وهي، قومي اعملي حمله نظافه على نفسك. المهم بعد لما خلصت وعملت الماسكات، جبت بقى الهاليرونيك اسيد وحطيت بقى الهاليرونيك اسيد على وشي. الهاليرونيك ده يا بنات بيضيع التصبغات بتاعه الوش وبيفتح الوش. عشان الناس اللي عندها تصبغات، هو بيضيع التصبغات. عايزه اقول لكم الحاجه ب50 جنيه وب60 جنيه، والله العظيم مش غاليه خالص. وبعدين رحت جايبه كريم التفتيح ده، حلو موت، حلو موت. بصوا هتشوفوا نتيجته اكتر كمان على رقبتي. الكريم ده للتفتيح يا بنات. الكريم ده بديل للفاونديشن، يعني لو انت بتستخدمي فاونديشن وقفيه واستخدمي مكانه الكريم ده. تحفه وبيفتح جدا، بيفتح البشره وبيفتح الاماكن الغامقه. هو مش بس كريم مفتح، ده كمان بيعالج، يعني لو انت عندك غمقان او كده بيعالجه، جميل يا بنات. ورحت مسرحه رموشي، جبت مسكرة الرموش ورحت مسرحه رموشي. كل الحاجات دي من براند واحد يا بنات. يعني كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي من براند واحد، واسعارها قليله جدا. هبقى اقول لكم لينك البنت اللي انا جبت من عندها الحاجات دي تحت في الكومنتات. ورحت حاطه التنت بتاعها، او التنت بتاعها خرافي. بصوا التنت بتاعها تحفه. وكده انا خلصت ونضفت بشرتي وبقى